سؤال، نضرب كم أمثلة. قادر على أن يخلق ربا مثله أو لا؟ ايش تقولوا؟ أعوذ بالله، الله مو قادر؟ شلون تجرأ على قادر الله يخلق ربا مثله أو لا؟ ليش ما تجاوبون؟ قادر؟ قادر لو مو قادر؟ جاوبوني مولانا. قادر لو مو قادر؟ إذا تقولون مو قادر، إذا كيف تقولون أنه قادر على كل شيء؟ إذا تقولون قادر أساسا محال. لماذا محال؟ لأنه عندما يخلقه إذا مسبوق بالعدم، يصير واجب لو يصير ممكن. إذا كيف يجتمع رب مثله وهو ممكن؟ زين، مثال آخر، خلي ذهنكم يبقى. مثال آخر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع بين النقيضين أو لا؟ يعني الوجود والعدم بالشرائط التسعة اللي درستموها وين؟ في المنطق. ها، يجتمعان ولا يجتمعان؟ إذا قلت قادر على ذلك لازمه أنه ممتنع أو ممكن؟ ياهو يكون ممكنا، والمفروض أنه هو ماذا؟ ممتنع. إذا لعد كيف التوفيق بين قولنا أن الله قدرته لا متناهية وبين قولنا أن الله على كل شيء قدير، وبين أننا نجد أنه يقدر على هذه أو لا يقدر؟ ها، تبين أنه لا يقدر. الجواب أن هذا الخروج من القدرة ليس خروجا تخصيصيا، وإنما هو خروج ماذا؟ تخصصي. ما معنى الخروج التخصيصي والتخصصي؟ قرأتم في علم الأصول. التخصيصي يعني سالب بانتفاء المحمول، التخصصي يعني سالب بانتفاء الموضوع. يعني سيدنا أوضح لنا الجواب. الله قال في قرآنه والعقل قال أن الله قادر على كل شيء، والممتنع ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة. المعدوم الممتنع شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء. والآية ماذا قالت؟ إن الله على كل شيء، والممتنع شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء. إذن أساسا القدرة من أول الأمر شاملة لهذا المورد أو غير شاملة؟ لا، أساسا هذا المورد. سؤال، خارجا منه، التفت، خارجا منه تخصصا لضعف في الفاعل لو لعجز في القابل؟ ها، القابل ليس بشيء حتى يوجده، مو هو ضعيف حتى ماذا؟ حتى لا يستطيع أن يوجده. خلي ذهنك يا عزة، خلي ذهنك. هذه ورقة، هذه ورقة، خلي ذهنك. أنا قدرتي إيش قد أعزائي؟ هسه الآن مع الاعتذار مولانا، مع الاعتذار الشديد، أنا قدرتي إيش قد إذا هذه أريد أرميها إيش قد تروح مولانا؟ ها؟ مع الاعتذار الشديد للأعزة مولانا. وين راحت مولانا؟ لهناك. هذه قدرة عندي. وين الإشكال مولانا؟ في قدرتي لو في هذه وذيك؟ ها؟ إذا قدرتي، وهذيك قدرتي وصلت لها. إذن المشكلة أين عزة؟ ها؟ وين؟
قولوا معي وين؟ في القابل. إذا مو الله لعجز في فاعلية الفاعل، بل لعجز وقصور في قابلية قابل. خلوا ذهنكم يا معاذ، خلوا ذهنكم يا معاذ. جاء شخص إلى الإمام أمير المؤمنين قال له: يا أمير المؤمنين، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ هو كان هذا السائل ذكي جدا، لأنه قيد كلامه في الأول والثاني على